سميتها على اسم بنتي. شو او عنتر زاد. شو هي كيفاش ولدت؟ شو صار يعني ما ب7. شاء الله. هذه برتقانية ذي. ومزينت لها الشامبر. اي انا زي شو 1 2 1 2 3 4 5 6 7. بارك الله. اخص خايفه عليه. شو العنير؟ ايه ريتي عيناه في الضو. عبيش هذاك. عسلامة البنات، وينكم؟ باش نحويلكم ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تتفرجوا في الفيديو. اليوم جيتكم اليوم فيديو جديد، روتين جديد من قلب زغوين ومن سوق زغوين ان شاء الله. حاصيلو اليوم الخميس، هبطت للسوق انا ورمرومه على الصباح. كما شفتوا الفيديو هذاك بقات تحاول فيا، قالت لي بجا ربي جا صور القطاط وشوف كيفاش ما شاء الله جايبه 7 وترضع فيهم ال7 مع بعضهم. الحاصل وهذا نهار الخميس قالت لي هيا نهبطوا للسوق. تفهمنا اصلا باش نهبطوا مع بعضنا، وانا جاي نحب نهبط نشوف روبة الأسولة. نكاو هبطنا وزيد سوق خميس، سوق عيد ان شاء الله في زغوين. ان شاء الله يا ربي سنين دايمة وربي يحيينا لمثاله، وان شاء الله عيد مبارك على جميع الأمة الإسلامية. هكا قلت لها يا ملا خليني نهبط فرد المرة، معناها هاني نشوف أجواء العيد ونصور لصديقاتي وحبيباتي. هكا والله لما حالة ما فما حتى حاجة معناها زايدة. كان كما تعرفوا العباد تبدا فرحانة بالعيد وتهبط مثلا القصاع متاع الدوارة، مثلا الشوايات، المقصات متاع اللحم، حاجات كمان هكاك معناها اللي موجودين، فهمتوا؟ وزيد مع هذا الحق فرحانة برشا بابتي معناها لزغوين، خاطر عرضتني أخت من المتابعين الوفيين اللي عندي ما شاء الله. والله فرحتني أصلا، سلمت عليها وكل شيء. قالت لي وليداتي يعيطوا الأسولة، يقولوا لي أسولة العسولة. إن شاء الله يا ربي يفضل لك وليداتك، وإن شاء الله يا ربي ينجحهم، وإن شاء الله أنت زاد ربي يخليك وكل شيء. محليها هي المرأة، محليها ما شاء الله عليها، طيبة ظاهرة على الآخر، إن شاء الله يا ربي يبارك لها. المهم قلت أنا على الأقل هاني كهبت، هاني معناها شفتوا خيم له خياتي اللي تابعوا فيا مثلا، فهمتوا؟ كهول هنا نوري فيريم. قلت لها نحب نعمل محبس من المحابس هذوكم ونزرع فيهم وردة معناها ونحطه قدام الدار. تغرمت الايامات هذيا بالنباتات، سواء بلاستيك والا طبيعي معناها، فهمتوا؟ نحب هكا نشرجي داري، نحب نشرجي داري معناها، سامحوني، نشرجي داري هكا بفازات خضرة هكا معناها تنور في الدار. كما الكوجينة زدت عملت فيها هكا الوحدة، حاسة روحي بالكوجينة الايامات محليها، عجبتني، فهمتوا؟ واحد كل ما يعمل فازة هكا في داره. وان شاء الله كما قلت لكم المره اللي فاتت ما نشريت هكا لي بلانت الصغار هذوكم معاكم. زاد ماني قلت لكم مكمانديا من شيئين هذيك الفازة هكا كمانديت قارصة هكا صغيرة، كمانديت برشا فازات محليهم ان شاء الله توكي في يجيوني في جويلي. انا تويك نستنى دقيقة والدرج في الكمانت متاع جوا، والله نستنى دقيقة والدرج فيها، فهمتوا؟ ان شاء الله كيف يجيوني متاع جوان بطبيعتها نصور لكم نوريكم شنو عديت وشنو كمنديت ونوريكم معناها الكاليتي وكل شيء، ونشجعكم. والله انا واحده من الناس نشجعكم انكم معناها تاخذوا كل شيء ديجا، وفما عندنا معناها انسانه ثقه ناخذوا من عندها، وديجا هي كي والله الا نحكي انا وياها معناها بالمساجات وكل شيء. قالت لي راني نبدا نشوف في الكومنتات ونعاود مثلا كيما انا مثلا كي عديت الكماندا تو انا مثبته فيها الحق الكماندا نتاعي، دخلت الكومنتات وشفت كل شيء. قالت لي ريت معناها بالرغم اني انت هاك شفت وهي ديجا هي قالت لي يا ولاء ادخل وشوف الكومنتات باش تشوف معناها اسكو تكماندي الحاجه هذيك ولا تكونفيرمي انك تكمانديها ولا لا. مع هذاك الكل وهي مسكينه زيد تدخل معناها وتشوف راه مش كان انا معناها بارتو هذيك معناها هي تخدم بضمير سواء انا سواء غيري، فهمتوا؟ ان شاء الله ربي يبارك لها. والله انا هاني قلت لكم ننصحكم على الاخر معناها انكم فما برشا حاجات، والله برشا حاجات
تنجم حتى كسوة العيد متاع صغيرك تشريها مغادي، اقسموا بالله يلا عاملين بروميسيون مش نورمال زاده. كاو ان شاء الله ربي سهل. حتى مثلا عندك عرس، عندك فازة هكا، نجم تاخو صنديل مع بوشيت، نجم تاخو لبسة لصغيرك، نجم تاخو برشا فازات، راي فيها كل شيء. أصيلوا البنات كما تشوفوا تويكا كنت في فريب زهوين وطاودو بروحت نوريكم شنو شريت. نبداو بالحاجة الأولى، شريت هدية. تلقى هذه شريتها، قلت خليني انا بطبيعتي ما عنديش معناها السويتو، قلت خليني نشري من السوق. راهي هذه شريت اول مره الحق نشريها من السوق، متنسى ديما من عند عزيزه كي تعمل برومو محمد ياخذ نتاع الاكس ال الكبيره، وليت شريت هديه وعلى جال العيد زاد. بون انا نستعملها الحق ديما ياسر باهي. وخديت المقص هذا هكا خاص باللحم، هاو البنات كيفاش هذايا مقص اللحم. انا صحيح عندي مقص اما ما نحبوش معناه يتمسخ لي باش نحمو الواحد، خاطر ما كنت تعرفوا المقص نتاعي يشد معناها الوسخ باهي. وحكاكات هكا 15% هذو مع بعضهم ثلاثه هكا. هذه التعريم نوريكم ازاي. اليوم خذيت المحرمه هذه هكا الكاري حصيلوها هي هذه التعريم. وانا خذيت زوج، انا جاني الصيف قلت هذه معناها نجم نستعملها في الصيف اكل اللي يجيو هكا مثلا التالي هكا التالي، وانا تنجم هذه تجيني كالكاري اللي هكا حسيلو كان نعملها بالقدا مش هكا تجيني كاري محلاها صح قصيره اما هكا معناها قد باهي. وخذيت هذه انا المروه هكا في راس روحي. اي شريت هذه المروه فيها دلير، وشريت هذه انا لروحي هكا للبحر فازه هاويني هكا محلاها عجبتني، قلت خليني ناخذ منها واحده ليا واحده المروه. وريم خذيت واحده للروحه هكا عندها برشا عروسات ريم الصيف السنه خذيت للروحه هي هكا. وخذيت الصفاء كيما مروه، انا قلت عليه خذ حاجه اخرى ما هي ما لقيناش المحل احنا نلقاو كانت دليل حتى الفريز ولا كعبه برك خذيتها انا. وخذيت انا هذه هكا حلفي هذه البطاطيس. خذيت هذه لمحمد خاطر محمد يحبك اللي يعمل سكين كير الرجلين. حسيلو ريتو من هنا هكا حسيلو ومن هناك الحجره ديك اللي يحك بها حسيلو راهي باهي هذه متاع رجلينها. وخذيت هذوما الجوري مش تخلصني فيهم امها معناها مش هكا زوج كيك قلت تلبسهم لها في الخطبه متاع مروه فهمتوا. هذوما هما الحق مشتريات اليوم هذوما وتكلفوا ديجا فوق اللازم كهو. هذوما هما المشتريات. نكمل لكم الفيديو بعديها ان شاء الله باش نروح في داري والا شوفوا البرنامج كيفاش ان شاء الله. حصيلوا البنات تويكا روحت، راني جيت باش نعمل نظف القارص. خذي محمد قارص 4 كيلو شي. شوفوا شريه البارح صدقوني الا شريه البارح مش علاش هكا في صعيد تعمل لي تضرب القارص. شريه البارح باش نجرب نعمل شوفوا هذه اصلا لازمني نغسلها ننظفها. شريه البارح قلت لكم البنات باش نعمل بيه العصير فهمتوا باش نعمل سيترون للعيد معناها تحضيرات العيد وكل شيء. هاكم شفتوا على عينيكم كيفاش الكعبه نلقاها. لازمك ريت كي تشري حاجه بالوقت تريق لها امورها
ما كانش حكاية خير هكا. نغسلوه مليح. هذا في الشبكة غسلوا. الحق اول مره باش نجربوا معاكم القارص هكا. نعمل سيترون، ما نعرفش نعملوا معناها بالنعناع، نخليه معناها شطر رحيل معناها خاسر، نخليه بعد ما نحلو نزيد نركحو، والا نعملوا طويكه فرد المره. الحق هاني مازلت نخمم. خالتي قالت لي راني انا معناها عملته شطر رحيل. خالتي جميع حماتي معناها عملته شطر رحيل. قالت لي انتي عملوا شطر خليه معناها قبل بنهارين. اجري مثلا هو العيد كان عشنا في سنة الخضرة نهار الأربعاء إن شاء الله. أنا نجبدو نهار الاثنين الحي ونكملوا معناها نكمل نعمل نهار الأربعاء. قلت لها أنا نهار اللي باش نركح له أمور وطويك الكل فرد المرة. فهمتوا؟ قلت لها أبارامون خالتي راني باش ندير له طويك فرد المرة ونرتاح. وهاني نزلت كاين نخمم. فهمتوا؟ غسلوا هكا تاخدوا تقشروها. هي الحاصل البنات لاني بعد ما روحت من زغوان جيت نجري لك القارص، خاطر كلمني محمد قال لي راني خذيت شويه قارص نحبك تعملهم عصير معناها جدو سيترونا جدو سيترون جدو عصير. قلت له باهي حتى نروح معناها ونعملهم ما فما حتى مشكل. روحت تك تك ركحت امور اسيل، فهمتش بيه التليفون، ركحت امور اسوله وكلتها معناها وكل شيء. وبقيت شويه بحذا خالتي وامي خاطر معناها وصلني جي بابا معناها خاطر باش يزو مسعوده بحذاهم هكا. وطلعت لهم تك 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 غسلتهم بالكدي وهاني نقشر فيهم وراني نقشر فيهم رهاف كيما تشوفوا. فهمتش بيه يعمل هكا تليفون سخنه بارامون. حصير نقشر فيهم القشرة الرهيفة هذيك نخلي فيها على الشيرة باش معناها نرحاها مع القارص. والقشرة الخشينة هذيك البيضة هذيك باش نحيها ولا وح على خاطر هذيك معناها هي اللي تمرر السيترون. فهمتوا؟ هذه راني معلومة الحق ما كنتش نعرفها. قالت لي عليها خالتي جميلة حميتي معناها. قالت لي يا ولي راهو نحي هكا اقشر القشرة رهيفة وبعد ليك اعمل معناها نحي القشرة البيضاء او طيشها، والقشرة الرهيفة اللي تنحاها من الاول الصفرة ارحاها مع الكعبات هكا. وحصيلو انا في حالة راني بالسيف واقفة اصلا على رجلي وبالسيف انقادي فيا والله ريتو كليت كعبة ملاوي ويريتني لكليتها. الصح انا المرأة يا ربي سراني ما نحبش نخو منها خاطر معناها كي انا حبلة باسيل جاب لي محمد منها كعبة ملاوي وهكا بقات كل عجينة. فهمتوا؟ بقات كلينية والله غالب والله يلا غالب الواحد ديما يشتهي حاجة خيمشة كما يقولوا فيه. نحالة يا ربي سامحني هي نظيفة وكل شيء اما موزيت واحد معناها هذاك اش قصدنا احنا بحاجة خيمشة من الشارع كسكروت خيمشة. فهمتوا؟ نكهو بقات يمكن العجينة بات الملاوينة هي معناها. فهمتوا؟ والله معدتي عملت فيا اصلا واقفة بالسيف ونفارس وقتاش نكمل نقاديها هكا. هنا بديت نقشر في القشرة البيضة الخشينة ديك هاي كنحط فيها على شيرة باش نطيشها ونقص فيها. وحاشاكم فما واحدة حليتها نلقى فيها دودة وهلوست وليت نثبت في اي كعبة نحلها وليت نثبت حالة. والله انا راني الحق متاع ربي السيترون ما نشربوش معناها الحق ما نشربوش. اما اماني اختي تعملوا بنين ما شاء الله على وخيتي. وشربته عند اماني وشربت متاع رحاب عم ناول.
في عيد عمناول كي مشينا معناها في الوحدة متاع أميمة. ولا ما نعرفش قبلها انا مشيت حصيله ما نعرفش، خاطر نتفكر روحي اللي انا شربته وحدي، معناها كان انا ورحاب واميم هي وحدي ما همش معانا هم، لا معناها ما فما حتى شيء في الدار. عجبني زاده متاع رحاب شربته بنين، ومتاع اماني اختي زاده بصراحه يعطيها الصحه، هما زوز بنينه متاع اماني ابان الحق، فهمتوا هكا. وليت انا راني قلت لكم انا شربته كان عند رحاب وعند اماني، خاطر انا السيترون ما نشربوش المراره اللي فيه، معناها انا نحب الحاجه الحلوه ياسر، فهمتوا كي تبدا حاجه فيها هكا شويه حموضيه ما نجمهاش ما نحبيش اصلا ما نحملهيش هكا، فهمتوا. انا المدنينه مدلينه ذيك كي تبدا قارصه ما ناكلش، تعرفوا انا المدنينه اللي نحبها العربي تبدا حلوه ما بينها هكا، وسينو المدنينه الاخرى ما ناكلهاش. شتي هذايا ما حطيت في فمي حتى برج مدنين. مره كهو في دارنا امي خذتك المدنين اللي تبدا قشرتها العربيه ذيك حصيله هذيك كليتها اما في داري لهنا ولا عند حماتي مدنينه قارصه ما حطيتهاش في فمي جمله. بالنسبه هاني نسيته الطمسون هذيك كليت، خاطر معناها في الاخر بالكل ولا حلو كليت، اما ناكل كان برتقال لحلو هاني اشتهيت البرتقال لحلو يا وما لا اله الا الله محمد رسول الله. حصيلو البنات قصيت على القارص وهبط كلمني محمد باش نعبطوا ناقصين شويه قضيت باش نعبطوا ناخذوهم بيه. اولا خديت الكوش الاسيل زاهي كونفور برسمي، يعني اسيل استعملت لها الكوش الكل الرخيص والغالي، ما مشي معاه كان الزاهي الحق. معناها ما طيبهاش ما عمللهاش التياب، بالعكس كي عملت لها الزاهي ارتاحت من التياب. بالرغم اللي عملت لها راني انواع الاكوش الكل الغالي والرخيص، شريت لها في نوعيه متاع كوش في البروموسيون 29 دينار والله نسيت اسمه، نسيت عندي حصيله منه كعبه باقيه، فانا اي كوش نستعملوها نخلي لها منه كعبه نخبيهم لها باش كي تكبر نوريها شنو استعملت لها الحصيلو. اما شيء كوتوس خديت لها كوتوس وشيء ماهوش باهي، معناها مش ماهوش باهي ما مشيش مع اسيل، فهمتوا مشي معاها هوا زي كونفور اللي مشي معاها اسيل. حسيت قلت لكم انا اليوم وين بدلت لها تايكات اسيل كانت تستعمل في تايت الروكي، حسيته معناها كبس عليها ولت اليوم شريت لها تايكات بيه. شريت لها هذه هكا اللانجيت هذه صغيره معناها هكاك متاع نهزها معايا في الساك كي نمشي انا وياه في كار ولا في كهرباء، راني عندها لانجيت صغرونه مبقاش معناها عندي باكو كامل. والحق انا عاد قلت لكم سامحوني قصيت عليكم، عاد قلت لكم انا عندي اللي لا اما نخاف نقول معناها تمشيش فيها بارابين ولا حاجه، وهي بيبي معناها وليت شريت لها هذه باهيه. والحق حتى لانجيت زي زاده باهي انا استعملتها لها وباهيه معناها، فهمتوا. هرا التليفون نلقاها في البروموسيون جبن بريزيدون، انا نحب ياسر هاي 48. انا قلت لكم نحب جبن بريزيدون الحق نحب الجبن معناها سيرتو انا البريزيدون انا كان بريزيدون ديليس نحسه مستحضر ما نعرفش وكل واحد وكيفاش. حصيلو خديت هذايا الحجم الكبير الحجم الاقتصادي حجم عائلي لما حقلها ايه هاي خديت هذه باهي. خديت واحدة سكر فاني وخديت باكو خميرة تاع خبز، هاي خديت واحدة هكا واحدة هكا خميرة جاتو عندي شريت باكو المرة اللي فاتت حصيلو هذيا وفات لي
خميرة الخبز، وانا باش نعمل البيتزا. وخذيت كيلو مكرونه كامل. نسيت ما خديتش البابيون، انا ناكل البابيون، ما فهمتش علاش نسيت معناها ما خديتش البابيون. خديت طماطم، خديت 6 كيلو طماطم. انا عندي ياما قلت له خلينا ناخذوا 6 كيلو طماطم برك، انا عندي 3 كيلو الحق. انا قلت خلي مادام معناها هبطنا خلينا نحط 6 كيلو، وداتها ديجا مزي 2028. وما تفسدش تشري وما تفسدش معايا. وخذيت انا شويه المعجون السفرجل وشريته المره اللي فاتت، اما مليتش بيه شاودي في ساعه فيه يا اخي. شريته قسما بالله ما كسرت الشيء، هبط على كوش اسيل وعلى السفرجل وهذا يا اخي. كي لقيت البريزيدون شريت ولينا شينا هذوك عسيلو. خذيت هذايا، وهذه هي القضيه. شفتوا والله العظيم القضيه هذه هي. وخدينا باكو بسكوي العمي عمارتي ب2000 فرنك، ب18%، مش حتى ب2000، وطلعت ب55 دينار. شوفوا هذا ما هو شيء الفلوس هكا والله. هذه هي القضيه اللي قضيتها معناها. 2 كيلو طماطم، حوكة سفرج. قداش فيه هي السفرج الفطل نورمالمون 470 غرام. هاي وهذوما والجبن لما حنا شوفوا هذوما هذه ب5300، الجبن ب16400، باكل كوش ب14000، هذه ب2000. هذوكم دينار. هذه ما نعرفش نسيت، ما نعرفش هذوما بقديش معناها. كي تجي تشوف تلقاها معناها فما حسبة. هذه القضية. تويكا نمشي نكمل نعمل العصير وننظف الكوجينة ونمشي نرقد على روحي. اوكي ما شفتوا قصيت عليكم. هبطت العزيزة، مشيت كملت عندي قضيت، مشيت كملت قضيت من لما حلا كلمني محمد. انا ما عنديش الكوش الاسيل وكل شيء. هي قلت خليني نهبط ناخذ لها كوش ونشوف هكا تناوش نتنوش. والله وريتو كي انا طالعه قلت له نسيت ما خديتش ليا غرض. هي قالت تو غدوه صباح ناخولك تويكا ما عادش نرجع انا. وهزيت خشمي عاد انا كيفاش يقول لك كيفاش معناها ما يرجعش وكيفاش احنا نسويين. والله احنا نسويين يلزمنا الكبس. سنية كامله وانا مشاول عليه حاصل وطالعه قالبه وجهي كيفاش ما ترجعش تاخذ لي غرض. فهمتوا؟ وانا نحبك البليزير هذاك اللي يبدا من فوق بالكريم بلان، كريم شانتيه لما حلاهي بليزير هذاك يا بليزير. نحبوا الياغورت هذاك، نحب الزقوق، نحب معناها زاد الزقوق. والحاصل روحت كملت العصير متاعي كما شفتوا. معناها رحيته عصرته مش عصرته. بعديك جيت نصفي فيه لهنا بشويه بشويه. عملت بالوقت حسيتها مش براتيك الحق. دورت بيديا معناها ننزل ونعصر لين معناها عصرت. وعاودت راني مرة أخرى هذاك عاودت خليته ما عملتوش برشا، وعاودت زدته طرف ماء وعاودت عصرته وكملت. لما حالا هو محمد خدت 3 كيلو ظهر لي 3 كيلو أبارامون. عمل لي دبوزة بوئترتين معناها ما عمليش برشا، جوز دبوزة واحدة باش ما نكذبش عليكم ونقول لكم طيح لي واك اللغة اللي عملت بيبيزة بوئترتين. ما نعرفش كان معناها نهار السبت موجود وكل شيء هاكا تو يزيد ياخو ونزيد نعمله. اما انا الحق نحب نزيد نشري فريز ونكنجلو. نحب هكا في الصيف هكا نعمل ابتداج وكل شيء ويبدا فما كيس فريز هكا. فهمتوا؟ هذاك اللي في مخي ان شاء الله ربي سهل. لما حالا هو الفريز ما عادش برشا نولي نشري معناها نشري سوق نهار السبت نشري. وكان معناها في سير الايامات هذية يعني كل مرة نشري طرف كان جالهم وهكا نعمل عصير. لما حالا هو الكونجيلي مش باهي برشا، اما هكا حبيت انا هكا خطرت لي هكا في مخي باش نشري ونكنجلو في
في الصيف كان عشنا خش مزال على الصيف على هالجميعة الايامات الجايه. هو ديجا الفريز ماشي ويوفى معناه. الايامات الجايه نبدا هكا نعمل ابتداج هكا يرتاح محمد. معناه يرتاح ياخو نهار. اما نحبه كان في الصباح معناه في الابتداج. فهمتوا ما نعملش معناها في العشاء ولا حاجه. العشاء هاو جاي دليع طاو ياكلوا دليع طاو ياكل بلوتو مش ياكل واخي اسوله تاكل هي بنيتي هكا. سامحوني سامحوني البنات. كاو هكا كي هو نهار يرتاح فيه نعمل نفيق الصباح نعمل هكا فطير باهي ونعصر كويستين عصير فريز ونحطهم على الطاولة. راكم فهمتوني شنو قصدي معناه. المهم ولهنا كملت رجلت العصير عصرت كل شيء وجيت نغسل في الماعونات شللتهم. ما نحبش نخلي الكوجينة مسخة. ما نحبش على خاطر غدوة صباح سوق معنا وكل شيء. نحب نهبط للسوق بكري سيرتو للفريب. نحب نمشي ناخو نلوج على خلاعي الأسولة خلع بلوتو مش خلاعي. كان لقيت لها زوز ولا 3 ناخولها. نحب ناخولها روز بيبي وبلان فهمتو. خاطر خديت لها روب من هاكم شفتوها من سوق الزغوين. نحب ناخذ لها خلعة كل بروتيل جويد فهمتوا باش نلبسه لها ان شاء الله في خطبة عمتها ان شاء الله. وما نعرفش انا بالليل بنات تعطيوني رايكم. حاسه روحي كي باش نلبسها ديريكت خلع معناها خاطر هي راني مازلت حتى باش ما نقصتلهاش فهمتوا. حاسه روحي كي باش ندوشلها ديريكت معناها نصيفلها. حاسه روحي طفله باش تمرض لي. بالله انتم انصحوني خاطر تعرفوا اكثر مني لي ماما معناها اللي عندهم اكسبيرينس وكل شيء كيفاش نعمل. اسكو اي معناها كيك راني ما نحبش نقعرها انا الطفله. نحبها مثلا روبه خلعه تلبسها خلعه روبه نص تلبسها نص فهمت. ما نحبش هكا يبدا مريول ولا حاجه جميع حاجات ذيك نحسها تتقعرها معناها فهمتوا. سامحوني قراجيمي على الاخر شاحت هكا. بالله انصحوني شنو نعمل خاطر ديجا حتى الروب اللي عندها معناه كان الروب الخلع السين ما عنديش. عندها روبا روز مش مع روبا نص مش ما عنديش. اما سبور السبور الراقي سبور شيك فهمتوا. ما نحبش انا لبسها في خطبة عمتها هكا. نحبها هكا كيما ستيل اللي خديته لها انا كالباربي فازيت كي من هكاك فهمتوا. خاطر هي صغيره باش تلبس مش فازه. ديجا في الشيره متاعها لبستها سرويل ولبستها نتسمى لبستها سبور شيك معناها حاجه شيك وسبور. نحب تويك لبسها حاجه هكا كلاس وفازيت كهو. جيت هنا قصيت الفريز وباش نحط نكنجلو كيما قلت لكم باش نكنجل الفريز. قسمت وريتو هذاك راهو والله ما نعرف الطل ولا نص الطل الحق ما نكذبش عليكم. قسمته على 2 ساشيات هاكا معناها يعمل 2 كيسين بالضبط فهمتوا. هكاك بالضبط عملته ورجعت للعصير متاعي. كملت حركته زدته على خاطر السكر. محمد خلي راهو قارص ياسر حامض ياسر زيدوا شويه سكر. زدت شويه سكر ولهنا جيت نصب شويه بشويه في الدبوزه متاعي كما قلت لكم. عملي كان إترتين كهاو الحمد لله يزي كهاو. جي امي والا زيد نشوفه كان يعاود يشري نعمل دبوزه معايا الامي معناها نهزلها معايا وكهو. حصيلوا البنات كملت كل شيء. كنجلت الفريز كنجلت السيترون نظفت معوني ركحت دنيتي تويكا باش نمشي نرقد على روحي ساعة ما نجيلكم الفيديو وبعد لي كنمشي نتكا وما نتكا ما باش نرقد طبيعة حصيل هكا. لهنا نقول لكم نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساوش باش تعملوا لي المتابعه بالطبيعه للقناه هذا فضلا وليس امرا. وما تنساوش زاده باش تشجعوني باللايك والكومنتير وان شاء الله يا رب يبارك لكم الناس الكل ويفرحكم وان شاء الله عيدكم مبروك.